ده فندق توليب بالجلالة هايتس. الفندق من أرخص الفنادق الفايف ستار اللي موجودين في العين السخنة. الفندق بيوفر شاطئين، شاطئ رملي، شاطئ البحر فيه على عمق 190 سنتي. هنا دي الغرفة اللي هي من غرف الشاليهات اللي بتطل على البول على طول، ولكن بتكون مش في مبنى الفندق. ده شكل الغرفة والفيو بتاعها. هنا ده البحر على بعد 15 دقيقة من الفندق، وبيبقى فيه كوستر موجودة بتنقلكم كل 10 دقايق من الفندق من الساعة 11 لغاية الساعة 7 بالليل، لغاية الساعة 8. سوري. كمان الفيو بتاع الفندق حلو جدا. هو الفيو بتاعه المفروض لو انت في مبنى الفندق هيبقى على الجبل والبول والبحر، ولكن للمصداقية ساعات البحر مش بيبان علشان بس بيكون السحاب يعني ملخبط الرؤية شوية. الغرفة في الشاليه ب4200 شاملة الفطار والعشاء، وكمان الغرفة في الفندق نفسه ب4600 شاملة برضو الفطار والعشاء، والسعر ده للفردين. الغرف طبعا كلها جديدة والتكييف فيها حلو جدا. كمان سايبة ريفيو في آخر الفيديو في كل تفاصيل الفندق من إيجابيات وسلبيات. هنا ده الكوريدور. هنا دي بقى الغرفة التانية اللي في مبنى الفندق نفسه. كنا في الدور الثالث. الغرفة فعلا مميزة جدا. كل الغرف سواء كانت في الشاليه او في المبنى بتاع الفندق نفسه فيها ميني بار، وفيها كمان مكوى وترابيزة المكوى جوه الدولاب. دي حركة حلوة قوي وكرياتيف جدا. هنا ده الحمام في الغرفة اللي في مبنى الفندق. المكوى اهي وترابيزة المكوى، وفي خزنة طبعا، كاتل وازايز مية. المية بتكون كده كده فري يعني. كل الحاجات اللي في الغرفة بتكون فري. حاطين لوحات كده شكلها حلو قوي، والاضاءات فعلا في الغرفة مش كئيبة خالص، حلوة جدا. التكييف تكييف ساقع جدا يعني، جميل بصراحة. هنا ده الفيو بتاع الغرفة اللي في مبنى الفندق. ده الفيو بالليل. الفيو الصبح برضو انا مصوراه، بيبقى جميل جدا. بيبقى شكل السحاب كده، يعني تحس ان انتوا خلاص تلمسوا سحاب، لان اصلا ارتفاع الفندق من يعني ارتفاعه 850 متر فوق مستوى سطح البحر، فارتفاع عالي جدا. ولو حابين تسألوا عن أسعار أي فندق في مصر ممكن تبعتولي، لأن معايا شركة روزالين وشركة سياحة ألف. الشركة دي بتوفر لكم نقل سياحي من القاهرة لكل محافظات مصر أو العكس يعني. كل حاجة ممكن تلاقوها موجودة بأسعار رخيصة جدا مع الشركة دي. سواء حابين تسألوا عن أسعار الفندق ده أو أي فندق تاني ممكن تكتبولي في الكومنتات. هنا ده شكل الفيو الصبح قبل ما الجبال ما تظهر، فبجد الشكل جميل جدا.
صباح النور. شتوس بقى صوبيا. البحر حلو جدا. انا نريمان عيد، والنهارده احنا بنعمل ريفيو عن فندق توليب الجلالة هايتس. طيب توليب الجلالة هايتس اكتر حاجة بتميزه ان هو سعره اولا رخيص بالنسبة للاسعار الفنادق الفايف ستار، زي مثلا موفنبيك او برضو الجلالة ماجستيك اللي هو برضو تبع توليب، لان هو وسط الجبل وبيبعد عن البحر بحوالي تلت ساعة بس. بيكون فيه كوستر بيوصل الجست لغاية البحر كل 10 دقايق او كل 15 دقيقة. تمام، دي حاجة. طيب انا هقول السلبيات اللي لقيتها في الفندق بعد اقامة 3 ايام ليلتين. الفندق جميل جدا، الغرف اللي فيه متنوعة، الديزاين بتاع الفندق نفسه مش كئيب، اضاءات في كل مكان كويسة جدا، الفيو بتاع كل الغرف حلو قوي، سواء كانت في الشاليهات او سواء كانت الغرف اللي في الفندق. بس اكيد الغرف اللي في الفندق احسن بكتير، لان هي بتطل على البول والبحر والجبال بتاعة الجلالة. الميزة هنا ان الفندق ارتفاعه 850 متر فوق سطح البحر. طيب ايه المميز اللي هنا؟ ان الجو في الصبح بيبقى سخن وحلو جدا ومناسب للنزول سواء في البحر او في البول. تمام. وبالليل الجو بيبقى جميل جدا، يعني الجو بيبقى هوا وجو كده، يعني تقدروا تقعدوا فيه بره الفندق اصلا. ولكن هو اصلا كده فيه تكييفات مركزيه في كل الغرف، واكيد فيه تكييفات في الريسبشن بقى والمطعم والكلام ده كله. فالجو اصلا الطبيعي نفسه جميل، يعني مش خنيق. دي حاجه. تاني حاجه، هو بصراحه الفطار مش متنوع خالص، هو كل يوم نفس الفطار، هو ده طبيعي عادي. لكن الغريب ان العشاء مش هو العشاء كل يوم، حتى ما فيش ايتمز كتير، وكمان ما كانش فيه عشاء، ما كانش فيه قصدي مشويات. ان المفروض يكون في العشاء يكون فيه مشويات، لا ما كانش فيه خالص، ولا حتى مثلا مشويات سمك او اللي هي سي فود وكده، لا ما كانش فيه، ولا كان فيه مشويات فراخ او لحمه، كان فيه بس روز بيف. اكتر حاجه مريحه في الفندق بصراحه البحر تحفه جدا، في شاطئين، شاطئ العمق بتاعه 170 سنتي و190 سنتي، والشاطئ التاني بقى رملي، هما الاتنين جنب بعض، بس على حسب اختياركم. يعني مثلا لو حابين الشاطئ يكون رملي بيبقى متاح، لو حابين ان الشاطئ يكون يعني مفيش شاطئ، اللي هو اصلا مش شاطئ، هو بيكون بتنزل عمق على طول. بس هو كان ممتع جدا، السنوركلينج فيه تحفة،
خاصة شفت فيه كده اللي هي السمكة دوري ونيمو كتير قوي، بس هي اكتر حاجة كانت دوري اللي هي لونها ازرق في اصفر، كان شكلها جميل جدا بصراحة في الطبيعة. وكمان عاملين اللي هي حواجز كده علشان مفيش اي اسماك كبيرة تدخل، سواء كانت بقى قرش دلافين الحاجات دي كلها.